هذه الصور ليست في إسبانيا، لكنها ليست بعيدة عنها. أنت في شمال المغرب وديربي الشمال بين اتحاد طنجة والمغرب التطواني الذي أدارته صافرة الحكم الدولي بوشعيب الأحرش. الإسباني سيرخيو لوبيرا يعلم أن مساره مع التطوانيين أصبح على المحك، فيما الجزائري عبد الحق بن شيخة يبتسم ابتسامة المساند بأرضه وجمهوره. الاستهلال كان من قدم رفيق عبد الصمد لزعزعة استقرار التطوانيين. ضغط اتحاد طنجة استمر على معسكر المغرب التطواني لتصبح كل المؤشرات تفيد بأن انفجارا قادما سيحمل معه الجديد في الدقائق المقبلة. هذا ما كان عندما تحصل الفريق الأزرق على ركلة جزاء نفذها التطواني السابق رفيق عبد الصمد بنجاح. ولأن الاتحاد أراد زيادة الغلة كان له ما أراد من خلال المدافع عبد الفتاح بوخريس لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق البوغاز. المغرب التطواني لم يستسغ الأمر فحرك دواليبه في الشوط الثاني لتنتج هدف تقليص الفارق عبر نصير الميموني الذي أعاد الدفء إلى مدرجات التطوانيين. لأن الزوار استعادوا طريقتهم السريعة في اللعب، لا غريب أن نجد الزئبقي زيد كروش يسجل هدف التعادل للمغرب التطواني لينهي به ديربي الشمال على إيقاع التكافؤ.